السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. يا رب يعيدوا على الجميع بالخير واليمن والبركات. طبعا لسه الأهلي من شوية معايد علينا ولسه المباراة خالصة ما فيش دقيقة يعني. مارسيل كولر النهاردة عايد علينا قدام البنك الأهلي بالتلاتة، تخصص 3-0. خلاص الموضوع بقى يعني ماركة مسجلة، تريد مارك سوري. فيعني الحمد لله للمباراة تقريبا يعني السبع او الثامنة يعني مش توالي، يعني هما 8 مباريات تقريبا الاهلي قدر ان هو يجيب الثلاثة. طبعا مباراة البنك الاهلي كان كله متخوف منها، وكله كان يعني عنده مشكلة مع البنك الاهلي بسبب الحظ العاسر يعني مع الاهلي في مباراة البنك الأهلي بالذات. 1-0 بالعافية أو تعادل. يعني كان في مشكلة من زمان في الموضوع ده، بس طبعا مارسيل كولر يعني حاجة تانية، وشفناه الراجل يعني لأول مرة في الدوري ومعاه علي معلول بيشوط من كرة ثابتة ويجيبها جون. فيعني الراجل كل مرة كل مباراة بيفاجئنا وبيورينا حاجات جديدة. النهارده ورينا الكور الثابته، ورينا علي معلول بيشوط كرة صاروخ في المقص، ما يقدرش جاباسكي يعمل لها اي حاجه. وطبعا الجون التاني برضو بتاع احمد عبد القادر برضو يعني كان جون حلو جدا. احمد عبد القادر شايطها يعني في العارضه صعبه جدا على ابو جبل، وما يقدرش يعمل لها حاجه، كان بيتفرج عليها هي والكرة بتاعت علي معلول. بعد كده الاهلي فضل بقى يعني يحافظ على ال الهدفين دول. طبعا جت فرصه لمحمد شريف، يعني اخدها كويس قوي وداخل وانفراد وخلاص، بس يعني برضو شالها ابو جبل. محمد شريف يعني حظه عسر للاسف الشديد يعني. دي كانت كوره، وجات له كوره تانية في الشوط التاني اداها له يعني اليو ديانج على طبق من ذهب، برضو للاسف ابو جبل طلعها. والغريب في الموضوع يعني ان يعني ابو جبل طلع دولة، بس يعني كرة كهربا في الاخر خالص اللي هي الجون التالت الصراحة كانت صعبة، لان هو كان مرمي في زاوية او كان رايح على زاوية ولقاها في الزاوية التانية برضو. يعني حالف التوفيق جامد شوية لكهربا، وربنا بيحب كهربا. يعني الجون التالت ده كان جون يعني حالفه فيه التوفيق شوية، لان الكرة اتعقربت وفي الاخر جات له برضو وشاطها، وجات عكس اتجاه وقفة أبو جبل. فيعني الحمد لله يعني ربنا بيحب كهربا والراجل يعني زميله على طول قمح، وعارفين موضوع قمح ده على طول الراجل على طول يعني معاه وبيحبه وكده، فيمكن ربنا بيكرمه عشان خاطر الراجل ده. فيعني النهارده الاهلي عايد علينا بالثلاثه مع مارسيل كولر. طبعا الاهلي كده ناقص له 3 مباريات ان شاء الله، يعني يحاول ان هو يكسبهم. لان ال3 مباريات دول بالدوري، يعني كسب ال3 مباريات دول عدى بيراميدز ناقص له ماتشين. اقصى حاجه بيراميدز ممكن يوصل لها 77 نقطه. فدول كده دلوقتي في الفرق بين الاهلي وبيراميدز نقطه، يعني الاهلي كسبان بنقطه فرق بينه وبين بيراميدز، وبيراميدز ناقص له ماتشين. يعني كده بيراميدز لو لعب الماتشين دول هيبقى فرق ماتش بينه وبين الاهلي. فالاهلي يكسب ال3 ماتشات دول خلاص كده خد الدوري رسمي، ومش محتاج بعد كده النقط اللي بعديها. ومش محتاج ان هو يعني يخلي اللعيبه بقى يلعب بقى شويه، يريح اللعيبه الاساسيين. النهارده بنشوف برضو مارسيل كولر بيطلع في الاخر مروان حسين الشحات مريح، بيحاول على قدر الامكان ان هو يريح اللعيبه بتاعته مارسيل كولر، علشان ضغط المباريات اللي مش طبيعي ده. الماتش الجاي قدام فيوتشر برضو ماتش مش سهل. فالماتشات اللي جايه ال3 4 ماتشات دول اللي هم بتوع الدوري، الاهلي ان شاء الله يكسبهم وياخد الدوري باذن الله يعني. طبعا كان نفسنا نشوف كريستو اكتر من كده. مارسيل كولر برضه لسه ما اداهوش الفرصه قوي يعني. واعتقد ان هو يعني في المباريات الاخرانيه هيجرب بقى اللعيبه اللي هي اللي ما حلفهاش الحظ قوي، زي كندوسي مثلا، كريستو، فخري، رأفت خليل. كل الطقم بتاع اللعيبه اللي هو ما لعبش قوي ده هيحاول بقى ان هو ينزلهم كده بحيث ان هو يستفاد منهم
ويشوف بقى، يبتدي يصفي الفرقة، يشوف هيستغنى عن مين ويعني هيقعد مين. احنا عارفين ان يعني خلاص في شبه يعني كلام خلاص نهائي ان في ناس يعني خلاص بره النادي الاهلي معروفه، زي برونو سافيو خلاص ده بره النادي اكيد مليون في المية. برضو ايمن اشرف كلام يعني 70 80% برضو ان هو خلاص. طبعا حمدي فتحي عرفنا ان هو خلاص طلع الوقرة خلاص في احتراف. لسه اليو ديانج مش عارفين هل هيحترف ولا لا. فهم دول تقريبا اللي يعني في كلام عنهم. لسه مش عارفين برضو الصفقات اللي الاهلي هيجيبها الاجنبيه. في كلام يحيى عطيه الله ان هو يجي من الوداد لانه ما جددش للوداد، فمش عارفين لسه الدنيا رايحه فين. الحاجات دي كلها طبعا مارسيل كولر يعني ما في يعني مفيش لعيب هيجي او هيمشي من غير موافقه مارسيل كولر. هو ده الاتفاق، وهو ده الراجل متفق مع النادي الاهلي عليه. الراجل يعني في الحاجات دي ما عندوش يا مرحميني لا انا اللي اقول مين اللي يجي ومين اللي يمشي. فيعني الراجل ما شاء الله هو يعني ماشي بخطوات ثابته، وهو المباراه بتاعت البنك الاهلي اللي كان كله متخوف منها والناس كلها كانت بتتكلم عنها عداها بنجاح وبالتلاتة برضو بالتخصص. ان شاء الله نتقابل مع حضراتكم تاني في حلقة قادمة. ما تنسونيش باللايك والشير، ونتقابل مع بعض في حلقة جديدة مع المباراة القادمة للأهلي إن شاء الله، مباراة فيوتشر. كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد سعيد على حضراتكم، والأهلي يفضل معايا علينا على طول هو ومارسيل كولر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.